كأنها كربلاء قبل أكثر من 1400 سنة. هكذا جسد المؤمنون بالقضية الحسينية تلك المرحلة المؤلمة في كركوك، خيام وخيول ونحيب وسهام في جسم رضيع، تحكي قساوة الجرائم التي طالت أهل بيت نبي الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. صورة مصغرة لا تنقل كل الواقعة، بل ما وقع هو أعظم وأكبر، حيث يروي الإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله عليهما مصيبة ما أعظمها من مصيبة عظمت في الإسلام وفي السماوات والأرض. وفي منطقة 90 الشهيدة أقيمت طقوس إحياء عاشوراء على طول 6 كيلومترات، يقدم الطعام والشراب للمعزين الذين تجمعوا من أنحاء المدينة. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينة، هاي شعارنا، وإحنا إن شاء الله أبا عن جد أطفالنا وأولادنا كلنا على هاي الطريق، ونخدم على رأسنا كل سنة، لو حتى نبيع هدومنا نبيع ملابسنا هذا فخر إلنا. الخدمات متوفرة كامل، مأكل مشرب كامل، حتى سيارات الإسعاف 24 ساعة متواجدة بالحسينيات. قواتنا الأمنية ما مقصرة، حماية للمواكب من أول يوم لآخر يوم، ليل بنهار خفارة. حسين بالنسبة لنا مدرسة، ومن هذه المدرسة صنع الأبطال وتخرجت أبطال في كل الميادين. هذا وشهدت كركوك هذه السنة زيادة في أعداد المواكب بمشاركة أطياف المدينة. في أجواء هادئة مستقرة أحيا المؤمنون 10 من محرم الحرام يوم استشهاد الإمام الحسين الذي سيظل شعلة لن تخمد في قلوب الأحرار. من كركوك محمد صغير، العراقية الإخبارية.